أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في نشرة إخبارية جديدة. وقلنا أهلا بكم وليس السلام عليكم حتى لا تقولوا أننا إسلاميين. وأما بخصوص النشرة نوفيكم الآن بأبرز العناوين. وفيها تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، وذلك بسبب قيام البعض من أعضاء الحكومة بصلاة الاستسقاء، وتبين أنهم من حزب النهضة. حادث مرور في الطريق الرابطة بين جندوبة وبيجة. واتضح أن السائق ملتحي تبين أنه سلفي، وبعد التعرف على هويته اكتشفنا للأسف بأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. خطبة الجمعة بأحد مساجد قام بها أحد السلفيين وحرض فيها على الفتنة، حيث دعا المصلين إلى المواظبة على الصلاة في المسجد، وهذا منافي لأخلاقنا، فالقانون ينص على عدم التجمعات، مع العلم أن جل من كان حاضرا في الخطبة من الحكومة الحالية يا للعار. وأخيرا نشكر لكم أعزائنا حسن استماعكم، وإلى اللقاء في نشر إخبارية بنفسجية أخرى.